حد يفهمنا يا جدعان ليه صحيح؟ السؤال ده اكيد خطر على بالك زي ما هو خطر على بالي، زي ما هو خطر على بالي اللي في الفيديو وفي بال ناس كتير قوي. تفتكر ليه ممكن حد يموت بسبب انه قطع حته شريان، في حال ان في ناس كتير بتقطع دراعها او ايديها بالكامل وما بتموتش؟ بص يا سيدي، بالترتيب كده وبالراحه. استرها معانا يا رب. الشرايين دي موجودة في أماكن كده محددة بس بالطول من أول الدراع لغاية آخرها كده. أنت لو عملت أي قطاع عرضي أو قطعت إيدك بالعرض ده اللي بيبقى فيه مشكلة، لكن لو حاولت إن أنت تقطع بالطول فده ممكن ما يحصلش فيه مشكلة، لأن القطع بيبقى تقريبا موازي للشرايين فممكن ما يأذيهاش. نفس الكلام مش على الشرايين بس، الكلام برضو على الأوردة، هي في نفس الأماكن وموجودة بنفس الشكل. هي قطع عرضي فيها هيبقى فيه مشكلة، لكن القطع اللي بالطول ممكن ما يحصلش فيه مشكلة. الفرق بس الوحيد اللي ما بين الشرايين والأوردة هو إن أي أذى ممكن يحصل في الأوردة نقدر نتداركه يعني، لكن الأذى اللي بيحصل في الشرايين بيبقى صعب شوية. وده ليه بقى؟ وده ليه يا طارق؟ بص يا عمنا، الشرايين الصغيرة قوي دي بتبقى ممر للدم اللي فيه أكسجين، ياخد كده الدم من الأكسجين ويبتدي يوزعه على كل الجسم عشان يخلي الأنسجة والخلايا اللي موجودة في جسمنا تتنفس. تمام إن شاء الله تمام. بعد ما بقى الأنسجة دي كلها تتنفس وتاخد كفايتها اللي هي عايزاها وتستكفى وتبقى زي الفل وعال، تسمي لك يا سيدي المعلمين، عايزة بقى ترجع ثاني أكسيد الكربون، رجعه بقى في نفس المكان اللي خدت منه الأكسجين، طبعا صعب. عشان كده يجي دور الأوردة. الأوردة بقى هي اللي هتاخد ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة دي وتبتدي ترجعه تاني ناحية القلب اللي هيوزعه على الرئتين علشان ياخد بداله أكسجين، هكذا يعني العملية ماشية. فاللي انت بتشوفه على سطح الجلد من بره أو العروق الخضراء بتاعتك دي مش شرايين، بتشوفه بره دي الأوردة. الشرايين مدفونة جوه لأن الأذى فيها زي ما احنا قلنا في الأول صعب جدا، فهيبقى صعب إنها تبقى موجودة بره علشان ما تتعرضش الأذى بسرعة. فتفتكر بقى مين فيهم يبقى أخطر من التاني؟ انت منين بقى؟ أنا هعتبرك جاوبت وقلت الشريان، صح؟ برافو عليك. برافو عليك. الشريان بما إن هو موجود في الحتة الأغمق أو الأعمق أوردة بره، معناه إن ربنا سبحانه وتعالى خلى الشرايين في طبقات الجلد من جوه أو في طبقات الجسم من جوه عشان يحميها. ليه بقى؟ الشرايين القطر بتاعها صغير جدا جدا، يمكن في حجم الإبر. حجمها الصغير قوي ده بيخلي العمليات اللي بتحصل فيها بتبقى دقيقة جدا، وبيبقى من الصعب أبدا إن احنا نسيطر عليها. يعني بقى يا صاحبي الشرايين ما فيهاش أي صمامات، عشان كده أي قطع فيها بيخلي الدم يتدفق بسرعة كبيرة جدا وبيخلينا صعب نسيطر عليه. عكس الأوردة بقى، الأوردة حجمها كبير وسمكها أضخم، فبيخلي أي حاجة ممكن تحصل فيها سهل إن احنا نتداركها ونرجعها لحالتها الطبيعية. كمان الأوردة فيها صمامات عشان تبتدي هي من تلقاء نفسها تسيطر على تدفق الدم شوية، لكن الاتنين أي قطع فيهم لو اتساب بدون أي عناية أو سيطرة سريعة طبية هيؤدي للوفاة كده كده. يا بنت اتعورت الوش ما فيهاش معلش. بس هو ليه أصلا النزيف ممكن يموت حد؟ سؤال ذكي يا صديقي، سؤال ذكي، أنا هجاوبك. تعال روق عليك، تعال. النزيف الكتير زيادة عن اللزوم بيخلي القلب مش عارف يستقر، تبتدي كده ضرباته أو نبضاته تزيد بسرعة غريبة، فيقوم ايه بقى؟ يقوم عامل انهيار فظيع في الدورة الدموية. فانت لو ما سيطرتش عليه بسرعة هيقوم يحصل عندك حاجة اسمها السكتة القلبية اللي اكيد هتؤدي للوفاة. يا لهوي. لكن السؤال اللي احنا جايين عشانه النهارده، ليه ممكن قطع بسيط في الايد اللي هو الناس اللي بتقطع شرايينها دي ممكن يموت، عكس ان ممكن حد وناس كتير شفناهم بسبب حوادث وبسبب حاجات كتير كفهم اتقطع او ايديهم اتقطعت وعايشين عادي؟ أنا مش فاهمة مين قالك كده؟ أولا بس معلومة كده في السريع، الحوار اللي بيحصل في الأفلام بتاع إن واحدة حبيبها سابها فتقطع شرايينها فتموت على طول. يا جماعة كفاية مشاعر بقى بجد، أنا هعيط مش قادرة، حساسين قوي. الكلام ده ما بيحصلش غير في الأفلام، لكن في وقت حتى لو وقت شوية ما بين إنك تقطع شرايينك وما بين الوفاة. الوقت ده انت لو ما لحقتش نفسك فيه او حد لحقك فيه ممكن صحيح تفلسعنا. ودعوا يا دم، اشوف وشك على خيرة الله. نفس الكلام بيحصل مع اللي ايديهم بتتقطع او اللي بيحصل لهم اي حوادث، مفيش اي فرق ما بين اللي قطع شرايينه وما بين اللي قطع ايده. هما الاثنين بيعملوا نفس المشكله، هما الاثنين بيعملوا نفس الكارثه، الاثنين بيعملوا نفس النزيف او نفس مقدار النزيف اللي لو ما سيطرناش عليه في اسرع وقت ممكن يؤدي للوفاة. اتعشم بس ان السؤال يكون سؤال وجودي عادي، عشان دي حاجة وجودية موجودة في الحياة، ما تبقاش بتفكر. خد بالك من نفسك، واوعى تنسى ان العلم ممتع طول ما انا اللي بقدمه، وانه ملوش نهاية زي بالظبط. لو الفيديو ده خلص فانت المفروض ما تقفش دماغك اللي تروح تدور على كل المعلومات اللي احنا قلناها دي دلوقتي، بس كده.